بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة الفراخ جميلة جدا جدا جدا. هنعملها على الجريل. هنشوف مع بعض الخطوات خطوة خطوة. بسم الله. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة الفراخ. قد ايه هي بتبقى جميلة ورائعة. معايا هنا صدرين من الفراخ، من صدرين فرخة. هنعمل غدا كويس قوي ما شاء الله. دول صدرين فرخة كبار، عبارة عن نص كيلو من الفراخ. هنحطهم في الكبة زي ما احنا شايفين كده. معايا هنا البهارات. طبعا انا لازم ادلع الكفته بتاعتي بالبهارات. عندي هنا كمون. طبعا الفراخ السماني دي بتحب الكمون قوي. عندي هنا بابريكا، ملح. دي خلطه انا عاملاها عباره عن ملح وكزبره. بس بصراحه رائعه، وبحط عليها نسبه من الكمون. عندي هنا فلفل اسمر وبابريكا. سوري، كباب صيني. ربع معلقه زنجبيل. احنا قلنا ان الزنجبيل مفيد جدا ولازم نحطه في كل اكلاتنا، وعملنا فيديو كامل عن الزنجبيل وهو التخسيس. عندي هنا سكر، وعندي هنا مكعب فراخ، مكعب ماجي. طبعا البهارات دي كلها هحطها على الفراخ زي ما احنا شايفين كده. هنزل كلها على الفراخ. عندي هنا بقدونس، مش بكتر البقدونس، هي كفايه ربطه واحده صغيره. عندي فلفل. طبعا هجيب هنا قرن فلفل احمر، مش عارفه عندي في التلاجة ولا ايه، بس هحاول اشوف. عندي هنا دي دهنة لحمة. انا بحطها على كفتة الفراخ لان الفراخ بتبقى ناشفة لو احنا مش حطيناها حاجة زي الدهون كده. وانتي لو مش عندك دهنة حطي شوية زيت او معلقة سمنة بلدي او معلقة زبدة. بتخلي الكفتة طرية وجميلة جدا. ده بقى السر بتاع كفتة الفراخ، بيخليها طرية. واللي احنا حاطيناه قبل كده ده الدلع بقى بتاع طعم الكفتة ما شاء الله عليه. هنحط كله في الكبة زي ما احنا شايفين كده. لو عندك عود واحد كزبرة او عود شبت حطيه، مفيش مشكلة، بيطعم الكفتة. طبعا هضرب المكونات دي كلها في الكبة زي ما احنا شايفين كده. بس انا هقفل الفيديو عشان الصوت بس، معلش. انا هنا فرمتهم نص فرمه في الخلاط. علشان انا هنا حاطين البصل. عندي هنا البصل بصلتين حلوين كده. بحطهم في الاخر عشان ما يصفوش ميتهم، يعصروا ميتهم مع اللحمه. فانا حطيتهم بعد ما ضربتهم نص ضربه كده. لسه الفراخ خشنهيا، هنعمها تاني، هقفل واضربها تاني. ضربنا الكفته وادي هي متماسكه يعني حلوه، بس هي بتلزق لسه. فانا هحط لها شويه من خلطه الدجاج دي، هحط لها شويه. وحطيت لها قرن فلفل احمر كان عندي في الفريزر مفرزاه، حطيت لها واحد. هضربها تاني عشان نشوفها مع بعض واحنا بنصبعها. على فكره ريحتها جميله جدا وهي نيه، ما بالك بقى لما بتستوي. وحطيت لها كمان معلقه من الزبادي زي ما احنا شايفين، بس الكاميرا مش جايباها. معلقه من الزبادي، ده زبادي بيتي. طلعنا الفراخ من الكبه. في خطوه مهمه جدا نسيناها معلش، الكيك شيف، علشان الكفته ما تكونش مكتومه. حطيت نص البيض، هقلب كويس قوي. على فكره هي متماسكه جدا زي ما احنا شايفينها اهي. انا حبيت اوريها لكم وانا بقلبها. ما شاء الله عليها جميله، ريحتها جميله جدا جدا جدا. ما هي متدلعه بقى. يا ريت يا جماعه مش تنسوني في اللايك لو عجبك الفيديو، مش تنسوني في اللايك والاشتراك في القناه علشان يصلك كل جديد، فضلا وليس امرا. انا عندي اكلات حلوه قوي وطرق جميله جدا ما شاء الله. بجيب معايا صينية بدهنها حبة من الزيت، وبعوص ايدي زيت، بعوص ايدي الاتنين من الزيت. اول حاجة بدهن الصينية، انا مش عاملاها بفرشة لان انا اساسا هعوص ايدي زيت. فانا تمام بعوص ايدي زيت زي ما احنا شايفين كده. وبمسك الكفتة واحدة واحدة كده زي ما احنا شايفين، وبمسكها
بالصابع بالمعلقه الخشب. لو عندك خله ماشي مفيش مشكله، انا والله ما وقفت الكاميرا اهو زي ما احنا شايفين اهي، زي ما احنا شايفين متماسكه جميله جدا ما شاء الله عليها. احطها هنا لان هسيبها نص ساعه في الفريزر، وبعد كده هبتدي احمرها. نمسك حته حته ونصبحها مع بعض. انا قلت هعملها بايدي، مش هلبس جلافز ولا اي حاجه، هو بس كل الحكايه ان انا هعوص ايدي زيت زي ما احنا شايفين ما شاء الله عليها. بطلع بيه كده واحطه في الصينيه. طبعا الكاميرا مش جايبه الصينيه، زي ما احنا شايفين كده هرصه في الصينيه. هاخد كمان واحده، هعوص ايدي زيت، امسك كمان واحده. والله يا جماعه ريحتها جميله جدا جدا جدا، انا حاسه ان انا جوعت من ريحتها زي ما احنا شايفين كده. طبعا ايدي اهي لا عجنت في ايدي ولا اي حاجه. همسك كمان واحده بالخله كده زي ما احنا شايفين كده بالخله، قصدي بالعصايه الخشب. عندك بقى معلقه عايزه تعملي بيها، لو مش عندك المعلقه الخشب معلقه شوفي الخله، اعملي 3 4 على بعض ولزقيهم واعملي ما شاء الله جميله. وادي ايدي ولا لزقت ولا اي حاجه. طبعا هكمل باقي الصينيه دي كلها وارجع لكم. حبيت اوريكم تاني وانا بعمل، فتحت الكاميرا تاني ما شاء الله. الكفته جميله جدا، احنا هنعملها على الجريل زي ما انا شايفه كده جميله، ما بتمسكش في الايد خالص. وحته الدهنه على فكره مظبطاها، ودلع البهارات ما شاء الله. بصي ما بتمسكش ولا تلزق في الايد ولا اي حاجه. ماسكه نفسها، ماسكه نفسها خالص ازاي. والله الفيديو بيتكلم عن نفسه ما شاء الله جميل جدا. مدلعين الاكل بتاعنا، لازم تعملي الاكل بنفس حلوه علشان يطلع معاكي كويس. ما شاء الله جميل جدا. واسحبها كده واحطها في الطاسه في الصينيه سوري، علشان هنحطها نص ساعه في الفريزر، وبعد كده هنبتدي نحمرها. تاكلي بقى جنبها رز بسمتي، تاكلي جنبها مكرونه، على حسب ما انت عاوزه. هي بتمشي مع اي حاجه بصراحه ان شاء الله جميله جدا. قلنا ان الصوره بتتكلم عن نفسها. واسحبها كده واحطها في الصينيه زي ما احنا شايفين. الكفته مع بعض من صدرين فرخه، عملنا الكميه دي كلها ما شاء الله عليها جميله جدا. كفايه والله ريحتها نفاذه، ريحتها نيه وهي نيه جميله جميله جميله. انا مش قادره لو قعدت اشكر من لبكره مش قادره اوصف لكم ريحتها جميله جدا ازاي. زي ما احنا شايفين من صدرين فرخه عملنا العظمه دي، ودلعنا اكلنا ما شاء الله عليه. ما تنسونوش بقى في اللايك عشان يوصلكوا كل جديد. هدخلها الفريزر بقى نص ساعة، وبعد كده هطلعها ونسويها على الجريل مع بعض. هنا الجريل اللي على النار وحطيت فيه شوية من الزيت، حوالي 3 معالق من الزيت. بعد الكفتة اللي احنا صبعناها وحطيناها في الفريزر نص ساعة. هنزل بأول صابع ما شاء الله. هنزل الكفته كلها في الجريل زي ما احنا شايفين كده. معايا الكفته قلبتها على الوش التاني ما شاء الله عليها جميله جدا جدا. ريحتها ما شاء الله. قد ايه كفته الفراخ جميله جدا 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 وما شاء الله عليها في الجريل ما شاء الله. خدت تحمير على الناحيتين.
التركايه الاخيره بقى، خلصنا الكفته هنحط حته لحمه، ده اختياري على فكره، لو انت مش بتحباها مفيش مشكله، وهغطي عليها وهنشوف مع بعض. جميله جدا ما شاء الله عليها، يا ريت تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها. ما شاء الله عليها وطريه وجميله.